السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. طبعا زي ما عودناكم كده ان احنا بنجيب لكم كل الأجهزة اللي ذات جودة عالية، وزي ما قلنا لكم يا جماعة احنا جروبنا موجود في المملكة العربية السعودية. اللي حابب يتواصل معانا اي منتج حابب يجيبه من الخليج عموما، من انجلترا، من امريكا، احنا بنجيب كل المنتجات. مش شرط اللي موجودة على الجروب، تقدروا تبعتوا لنا المنتج مثلا اللي انتوا عايزينه واحنا نقدر نقول لكم ان شاء الله اذا كنا نقدر نجيبه او لا. طبعا الريفيو اللي معانا النهارده لمكنسة غسيل الارضيات الجافة، الارضيات الصلبة انا اسف، كروس ويف ادفانس برو. المكنسة دي يا جماعة مخصصة أصلا للأرضيات الصلبة زي السيراميك، زي الجرانيت، زي الرخام، زي الباركيه. دي بتكنس وبتغسل الأرضيات وبتجفف في نفس الوقت. اسمها كروس ويف ادفانس برو. دي النسخة الادفانس، هي في منها ثلاث موديلات تقريبا. في الكروس ويف، وفي الكروس ويف برو، وفي الكروس ويف ادفانس برو. هو هنا هو كاتب لك 3 في 1. انها فاكيوم، يعني مكنسة اللي هي المكنسة العادية بتاعة الشفط، وكمان بتغسل وكمان بتجفف ات سيم تايم. يعني قال لك هي بتشفط الاتربة وبتغسل الارضيات وبتجفف في نفس الوقت. وطبعا هو هنا بيقول لك كلين هارد فلور اند اريا راجز، يعني بيقول لك ان هو هي طبعا متخصصة يا جماعة. دي مش غسيل سجاد، دي مش غسيل سجاد عشان بس يكون ما يحصلش فيه لبس على الناس. دي متخصصة أكتر في الأرضيات الصلبة، يعني أرضية بلاط، سيراميك، رخام، جرانيت، باركيه. هي بتكنس الأرضية وفي نفس الوقت بيتنضف كمان. بتعمل السجاد الخفيف اللي هو بسيط جدا، ما يبقاش فيه تلو عالية، لأنها هي مش متخصصة. المتخصص لغسيل السجاد الهوفر بلاتينيوم، الهوفر سمارت، البسيل برو هيت، عشان بس ما يحصلش خلط على الناس. وزي ما بيقول لكم هو هنا اهو ليها تانكين. تانك اهو اللي ورا ده للميه النظيفه، والتانك اللي قدام ده بيلم الميه القذره والوساخه، وطبعا فيها فلتر. فيها كمان خاصيه التنظيف الذاتي من خلال زي ما انتم شايفين كده، هوريها لكم. في قاعده اهي وهم هنا بيزودوا لها ميه، والفرشه دي بتعمل عمليه تنظيف ذاتي لنفسها. الموتور بتاعها بيجي 560 واط. وطبعا موتور بالنسبة لتنظيف أرضيات وشفط على فكرة ممتاز جدا يا جماعة. لأن هو يا دوب بيشفط الأرض المية والفرشة اللي هي الدوارة دي، وطبعا كلها بتتفك وسائل التنظيف. خلينا بقى نستعرض معاكم الكروس ويف الادفانس برو. زي ما قلنا لكم اسم الموديل كروس ويف ادفانس برو عشان ما يحصلش خلط، لان في واحده اللي هي لونها ازرق بالكامل اسمها كروس ويف، وفي كروس ويف برو، في كروس ويف ادفانس برو. زي ما قلنا لكم هي طبعا فيها خاصيه ان احنا نغسل ونشفط وكمان ندعك الارضيات من خلال الفرشه الدواره دي. ازاي؟ عندنا اهو هنا في زرارين فوق. في زرار اللي هو بنستخدمه للشفط فقط اللي هو بالشكل ده، او لو انا دوست كده هي هتشتغل. هي كده شغاله شفط من غير ما البكره تلف. هي كده بتشفط اتربه من غير ما الفرشه تلف ومن غير ما نضخ المسحوق ولا الميه. وهنا اهو دي بقى بنبدا هنا، شوفوا هنا في زرار اهو، ده بنبدا نضخ المسحوق والميه عشان تبدا الشفط. والقطع الزرار اللي فوق ده اللي هو بقى بيشغل الفرشه الدواره. يعني طبعا الفرشه الدواره ما تشتغلش ابدا وهي بالمنظر ده، لازم تميل لورا. فخلينا نجرب كده. شوفوا هنبدا مثلا اهو، وابدا ارجعها لورا اهو. شوفوا يا جماعه هبدا ارجعها لورا، ما شاء الله الفرشه بتلف بسرعه جدا. واقدر اوقف الفرشه من هنا كده. انا وقفت الفرشه. زي ما قلنا لكم زي هي بتشتغل، يعني احنا نقدر نشغلها شفطه فقط اللي هو كده.
نقدر نشغلها تضخ ميه مع المسحوق، اللي طبعا الميه والمسحوق بيتحطوا في التانك ده، ميه نظيفه والمسحوق. فاقدر امسح الارضيات وفي نفس الوقت اشفط. اقدر كمان اشغلها كمان تدعك بالفرشه. الفرشه دي زي ما قلنا لكم، الفرشه دي معموله للارضيات الصلبه، جرانيت، سيراميك، رخام. وممكن تعمل سجاد خفيف، عشان محدش يقول لي دي بتغسل سجاد وانتوا، لا، هي بتغسلش سجاد صراحه. هي ممكن لو في بقعة في سجادة خفيفة فتلتها مش عالية، لأن الفرشة بمنتهى البساطة زي ما انتوا شايفين عاملة زي القماش كده، وفي ما بينها ايه، فرش كده اللي هي البرتقاني دي، فرش صلبة. هي طبعا بيجي معاها فرشة إضافية اهو. خلينا بقى نستعرض لكم الإضافية. بصوا هنا عاملة زي قطعة كده تمسح الأرضية، هتلاقيها طرية. وهنا الفرش بقى الصلبة، شوفوا كده في النص ادي فرش اهي، شوفوا الشعر بتاعها صلب ازاي. فدي اللي تدعك الارضيات. فطبعا زي ما قلنا لكم، عشان كده هي مش سجاد يعني، هي يا دوب فرشة. وطبعا الفرشة دي بتبقى سهلة الفك والتغيير، وبتتحط هنا لما مثلا نعمل لها تعقيم ذاتي، ونبدأ نحط الفرشة كده عشان تجف. هي سهلة الغسل. بيجي معاها زي ما قلنا لكم فرشة إضافية اللي بين المنظر ده. ولو حابين في اكسسوارات نازلة جديدة، في فرش متخصصة أكتر بقى للدعك وللبتاع، بدي بتنزل حاجة إضافية. هي يا دوب بيجي معاها الفرشة الإضافية دي، وادي الفرشة الأصلية راكبة فيها. طبعا بيجي معاها مسحوق هنا موجود، احنا بنوفره او نقدر نستخدم المسحوق. في ناس بتقول برسيلز باور جيل، انا بصراحة ما اعرفش. هو هنا طبعا اهو بيجي معاها المسحوق، بيجي معاها لتر، ساعة اللتر اهو، بيسيل مالتي سيلفس. وطبعا زي ما انتم عارفين شركة بيسيل هي شركة امريكي، هي وهوفر الاتنين شركة براند، وهم متخصصين صراحة في بالذات مكانس غسيل الارضيات. وزي ما قلنا لكم هي بتيجي كده سواء البيسيل او الهوفر، الاتنين شركة امريكي، والاتنين دلوقتي بيصنعوا في الصين. عشان تبقوا عارفين يعني كل المنتجات سواء بيسيل او هوفر الاتنين صيني بنفس المواصفات شركتها الامريكية. وطبعا هنا التانك نقدر نخلعه بمنتهى البساطة، بيبقى فيه فلتر فوق. هنا بيجي معاها كمان قاعدة، ادي القاعدة اهي بتاعتها، ادي القاعدة بتاعتها اللي هي بتبقى واقفة عليها. وهي بتعمل خاصية التنظيف الذاتي ازاي، ان انا بحط مية في الخزان ده. طبعا القطعة دي بتتشال كده واحط فيها مية، المية بتدخل هنا والفرشة بنلففها تبدأ تنظف نفسها تنظيف ذاتي زي ما قلنا لكم. ودي ده شكلها كده من ورا، ده شكل المكنسة من ورا. التانك بيركب هنا، ده تانك المية النظيفة، ده بنحطه. هو هنا بيحط لك علامة بيقول لك بتملاه لحد هنا مية، والجزء التلت ده اللي هو المسحوق. تمام. وطبعا هنا اهو فكيت التانك بمنتهى البساطة. وطبعا ده المكان اللي بيتحط فيه التانك زي ما انتوا شايفين. الهرتز طبعا احنا لازم بنتأكد اي منتج بنجيبه لازم نتأكد ان الهرتز بتاعه 50-60. وزي ما قلنا لكم يا جماعة، عشان ناس كتيرة بيقول لي لا طب ما المنتج زيه في مصر. هنا المنتجات بتنزل بطبقا للمواصفات الخارجية. يعني شوفوا هنا هتلاقي واخدة موافقة، شوفوا مكتوب ايه، مطابق هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، مطابق للمواصفات. عشان كده قلنا لكم ان المنتج بيبقى نازل حتى لو نفس المنتج موجود في مصر، لا بيبقى نازل مطابق المواصفات الخليجية سواء الاماراتية او السعودية. ده كان ريفيو كده سريع. الشحنة دي ان شاء الله هنشحنها لعمليتنا في الاسماعيلية. بيسيل كروس ويف ادفانس برو، المكنسة متخصصة زي ما بيقولوا 3 في 1، متخصصة لغسيل واول حاجة شفط الاتربة وغسيل الارضيات وكمان تجفيف الارضيات. بيسيل كروس ويف ادفانس برو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.